السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات ادم. كنتمنىكم يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وصفتنا اليوم باش تكون عباره عن كلاص اخواتي، ولكن ماشي اي كلاص. هذا كلاص عادي، يعني بجوج المكونات فقط لا اكثر، ولكن باش نعطيكم واحد الخطوه او السر باش تحصلوا على الكلاص ديالكم كريمي وكيجي معلك اخواتي تماما مثل المحلات، يعني اللي كنشرو في المحلات، فقط بواحد الخطوه جد بسيطه باش تعطيكم واحد النتيجه اكثر من رائعه ان شاء الله. فدابا ما نطولش عليكم اخواتي، باش نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وهادو هما المقادير ديالي اخواتي. عندي هنايا مستحضر لاكلاص اولا بودره لاكلاص. على هاد الشكل هذا كتجي الساشي. هي العلبه ديالو اخواتي، انا اخترت هنايا بنكهه الفراوله، تقدروا تختاروا اي حاجه اخواتي، يعني اللوغو اللي يعجبكم. هنايا هاد الظرف هذا يحتوي على 120 غرام كما كتشاهدوا معايا في العلبه. وهنايا اخواتي في الظهر العلبه كيعطيوكم يعني التعليمات، يعني كيفاش تستعملوا هاد لاكلاص هذا، يعني كيفاش تخدموه. كيجي بالتعاليم ديالو كاملين كما كتشاهدوا معايا. هنايا كاتبين بان المستحضر كيتستعمل مع ربع لتر من الحليب. انا فقط اكتفيت اخواتي ب 200 مليلتر د الحليب باش نحصل على واحد النتيجه احسن ان شاء الله. صافي. وهنايا هذا الساشي هذا اخواتي ديجا عملته ليله قبل في المجمد، يعني خليو ديك الظرف في المجمد باش كنحصلوا على واحد البودره بارده، وهيدا كتنجح لنا يعني الوصفه ديالنا ان شاء الله. صافي. هنايا كما سبق لي قلت لكم عندي 200 مليلتر د الحليب يكون بارد مزيان اخواتي، كونوا عملناه واحد 10 دقائق في المجمد عاد باش نستعملوه. هنايا ما يعادل اخواتي 100 كاس ونصف عنبه بالنسبه للقياس الكاس العنبه. وهنايا عندي هذا السيرو هذا اخواتي بنكهه الفريز. هذا كنقول زعما بغيت نزيدو على حسب الحلاوه، باش نشوف الحلاوه ديال الكلاص ديالي، اذا كان باقي ناقص حلاوه نزيد له هذاك. فهنا كما كتلاحظوا معايا في العلبه كاتبين بان يحتوي على 19 غرام من السكر. الحق يعني على حسب الذوق ديالكم، انا باش نشوف باش نخلط الكلاص ديالي ونشوفوا اذا عجبتني ديك الحلاوه اللي فيه باش نكتفي ونستغنى على هذا اللي وريت لكم. اذا كان يعني مسوس باش نزيد له هاد السيرو هذا، حيت هذا كيجي حلو اخواتي. زعما قلت بلا ما نستعمل السكر نستعمل ديك السيرو، منه يعني نكهه الفريز ومنه يعني كيعطي الحلاوه. صافي. هنا كما شاهدتوا معايا كناخذ واحد الاناء وكنعمل فيه ديك الحليب ديالي بارد، وكنزيد هنايا الساشي ديال المستحضر د لاكلاص حتى هو. هنا اخواتي تقدروا تكتفيوا فقط بالكريم شونتيي غابره. تعملوا لها نفس الخطوات اللي عتشوفوا معايا في هذه الوصفه هذه. فقط زيدوا النكهات اللي بغيتوا نتوما، يعني نكهه البيستاج، نكهه الفاني، اي نكهه. كما انكم تقدروا كذلك تزيدوا لها الياغورت، يعني الياغورت النكهه اللي كتفضلوا نتوما، يعني كيعطي نفس النتيجه. صافي. هنا كنبدا كنخلطوا واحد شويه حتى كنشوفوا تماسك معايا، يعني كنطربوا مزيان اخواتي حتى كنحصلوا على واحد الكريم يعني شاده وقابضه في راسها. فهنا كما كتشوفوا هي بدات كتقبط لي راسها اخواتي. وهنا انا ذقت لاكلاص يعني حلو اخواتي، ما يحتاجش تزيدوا له يعني الكميه السكر تماما. فانا مش نستغنى على ديك السيرو اللي كنت باش نزيد له من اجل الحلاوه، فانا مش نكتفي فقط بالحلاوه ديالو. جاني يعني حلو 19 غرام راها كافيه بالنسبه للحلاوه اللي بغينا. صافي. هنا فكنستمر على هذا الشكل هذا اخواتي. هنا طربته اخواتي تقريبا 5 دقائق، فحاولوا تطربوه مزيان اخواتي باش ما ينزل لكمش الكلاص ديالكم. يعني انا قلت لكم تقريبا 5 دقائق بقيت عفوا كنطرب فيه. يعني نتوما كتلاحظوا بان الكريمه ديالكم قابضه وعاقده في نفس الوقت، يعني ما كتنزل ما حتى شي حاجه كما غتشاهدوا معايا في الاخير. صافي. هانتوما كتشوفوا اخواتي ها كنحصل على واحد الكريمه يعني كتكون واقفه وجامده. وكذلك اخواتي خصكم تتبعوا التعليمات، يعني ديك الحليب يكون بارد مزيان، كذلك ديك الساشي المستحضر تكيوه كذلك في المجمد حتى هو يكون بارد، حيت مع دابا تبارك الله السخانه وكيكون المطبخ ديالنا يعني ديجا فيه الحراره، فنحاولوا نبردوا اي حاجه كنا باش نستعملوها في هذه الوصفه هذه.
باش هيدا ينجح لنا الكلاص ديالنا وما يذوبش بكل سهوله، يعني كيكون فواحد الدرجه البروده مزيانه. صافي فها نتوما كتلاحظوا معايا هنايا صافي اكتفيت بالتطراب، يعني صافي حصلت على واحد الكريمه شاده في راسها وقابضه. هنا اخواتي باش نغطيه ببلاستيك غذائي كما تشاهدوا معايا ونتكيه في المجمد اخواتي، غنتكيه من ساعه حتى لجوج سوايع. عاد باش ننتقلوا للخطوه الثانيه اللي هي السر باش كنحصلوا على واحد الكلاص معلك وكريمي بحال ديال المحلات اخواتي. وصدقوني هاد الخطوه يعني كتبان النتيجه، يعني النتيجه مختلفه على اننا فقط نعملوا نكتفيو بواحد المرحله، يعني بحال هيدا نكتفيو بهذه المرحله فقط ونسربيو لاكلاص ديالنا. فالمرحله الثانيه النتيجه ديالها رائعه ما شاء الله. صافي دابا باش نتكيه اخواتي في المجمد، تجوز واحد ساعه ونص حتى لجوج سوايع، ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله باش ننتقلوا للمرحله الثانيه اللي باش نعدلوها مع بعضنا ان شاء الله بحول الله. صافي اخواتي من بعد ما جازت جوج سوايع هنايا فهانتوما كتشوفوا يعني الكلاص ديالي تقريبا بدا كيجمد كله. صافي دابا كنخلط واحد شويه بالسباتول وكنطربو من جديد. هانتوما كتلاحظوا معايا يعني ماشي تجي لكم العمليه صعبه شويه حيت كيكون جامد، فحنا كنبقاو معاه شويه بشويه شويه بشويه حتى كيطلق راسو. هانتوما باش تشاهدوا معايا هايدا اخواتي. وكتلاحظوا هنايا اخواتي لاكلاص ديالي بحال اللي نزل، يعني ديك الكريمه بحال اللي نزلت هودت. ما تخافوا حتى شي حاجه، راه باش تطلع معنا كيف المرحله الاولى. باش نبقى نطربها واحد 5 دقائق كذلك وعاد تضاعف الحجم ديالها بحال المرحله الاولى تماما. فما تخافوش من هذه المرحله. ها هي كما كتلاحظوا معايا هي بدات كتضاعف الحجم ديالها. ها نتوما اخواتي شفتوا كيف كيعطي واحد اللمعان وكتجي كيجي الكلاص ديالنا يعني كريمي ومعلك ما شاء الله. راه يجربوها عاد تلاحظوا واحد الفرق يعني واضح بزاف. صافي هنا باش ناخذ واحد لابوش اولا جيب حلواني وتما عندي واحد الراس مسنن، يعني اختاروا هنايا يعني اختاروا الراس اللي بغيتي اللي بغيتو عفوا. وكذلك تقدروا تعملوه يعني في البواطات، تحتفظوا بهم في البواطات. وما تبغيهم كتسربيوهم في الكيسان ولا في اي حاجه. المهم هذا اختياري كيبقى. انا باش نعملها في لابوش كما كتشاهدوا معايا وباش نسربيهم في الكيسان. فانا ها هي من بعد ما عملت لاكلاص ديالي في ديك لابوش، عندكم اختيار اخواتي، اما تخليوها تبرد واحد شويه عاد تفرقوها في الكيسان، اما تعملوها في الكيسان وتخليوها تبرد، يعني اللي بغيتو. انا كنت خليتها تبرد واحد شويه، يعني عملته في لابوش ودخلته المجمد برد واحد 4 ساعة هيدا حتى نص ساعة، حيت الحلب سخون ما شاء الله والكوزينه عندي اولا المطبخ عندي سخون. فاضطريت ندخله مرة اخرى للمجمد حتى برد معايا. عاد بديت كنعدلو في الكيسان. وتما كما شاهدتوا معايا عندي اللوز كونكاسي كراميليزي للتزيين، هذا اختياري. فهانتوما كتشاهدوا ان هادو الكيسان يعني كبارين اخواتي، الحجم ديالهم كبير وكيجي على هذا الشكل هذا. مهم الاناء يعني نتوما كتختاروا فاش تسربيو يعني لاكلاص ديالكم. انا اختاريت هذا الكيسان هذا، هي قلت لكم بانهم كبارين، عطاوني تقريبا 5 الكيسان اخواتي د لاكلاص. مي الا استعملتوا شي اناء ستيتو يعني شي كيسان ستيتوين تقدر تخرج لكم هذه الكميه حتى ل 12 كلاص، يعني كميه كثيره ما شاء الله. صافي باش نستمر على هذا الشكل هذا اخواتي. وهنايا كما كتلاحظوا معايا اخواتي الكاس اللي كنعمرو كندخلو المجمد، يعني كنعملو في المجمد ما كنخليهش معايا في المطبخ حيت ماشي يذوب. صافي هنايا من بعد ما كملت الكميه كامله خليته يبرد واحد 5 دقائق. دابا جبدته هنايا باش نزينو وباش نقدمو للعائله ديالي. فهنا اخواتي كتخليوه في المجمد، غطوه بلاستيك غذائي وخليوه في المجمد حتى الحين انكم تبغيو تقدموه، عاد زينوه وقدموه للعائله ديالكم. فانتم التزيين كيبقى حسب الاختيار ديالكم اخواتي. هذا كان اللوز يعني كان عندي في الدار موجود قلت نزين به، مي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وهذا كيكون الشكل ديالو اخواتي، على هذا الشكل كيجي رائع ما شاء الله. صافي دابا نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي باش نشوفوا الكلاص ديالنا كيف كيجي من الداخل. فهانتوما كتشوفوا اخواتي لاكلاص ديالنا كيف كيجي في الشكل ديالو، كيجي رائع جدا اخواتي. ونصحكم يعني خصكم تقدموه يكون بارد مزيان اخواتي، ما يكونش يعني سايح ولا شي حاجه، باش هيدا كيعطي واحد لوغو مزيون وكذلك كيكون منعش.
فانتم كتشوفوا لاكلاص ديالي هنايا. انا قلت لكم خرج لي 5 د الكؤوس، ولكن الكؤوس كبارين اخواتي، يعني شباعي هاد الكأس هذا. اذا استعملتوا كؤوس صغيره فتقدر الكميه ديالكم توصل حتى ل 12 كلاص تحصلوا عليها. حيت ما شاء الله هذاك الظرف يعني كيخرج واحد الكميه وفيره د لاكلاص. فهانتوما كتشوفوا اخواتي كيعطي يعني كيجي واقف وكيجي عاطي ما شاء الله للخدمه، يعني كيبقى محافظ على الشكل ديالو. وهنايا باش نوري لكم القوام اولا هي هذيك القوام د لاكلاص ديالنا. فكتلاحظوا هنايا انا كنساح معايا شويه حيت عندي الدار سخونه اخواتي، ومي كنت كنصور يعني خدا واحد الوقت السخونيه وترخى معايا شويه. فانتما كتلاحظوا يعني كيجي كريمي ومعلك والمذاق ديالو روعه. ان شاء الله اخواتي جربوا هاد الطريقه هذه اللي عطيت لكم باش تلاحظوا واحد الفرق كبير بين لاكلاص عادي يعني تخدموه بواحد المرحله، وبين لاكلاص هيدا تخدموه على جوج المراحل. فكنتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم هذا الفيديو هذا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى مع وصفات اخرى، ومع السلامه.